السلام عليكم، معاكم محمد ناصر وانت بتتفرج على سلسلة جديدة اسمها قطرة من كتاب. وده لعلمنا ان اغلبنا مش فاضي. طبعا انا مش عارف مش فاضي ليه، ولكن مش فاضي. وهنا بنحاول نلخص كتاب، وكتاب النهاردة اسمه قوة العادة. معظمنا عارف يعني ايه عادة، يعني روتين، يعني حاجة بنعملها من غير ما افكر. يعني يومنا عبارة عن شوية عادات بنعملهم كل يوم وبتتكرر كل اسبوع بدون تفكير. وهنا الكاتب بيقول ان 40% من يومك عبارة عن عادات. يعني لو قدرت تعرف ايه هي العادة وبتشتغل ازاي، في الحالة دي هقدر اعدل 40% من يومي. مش من يومك بس، من حياتك كلها. ايه هي العادة؟ العادة عبارة عن 3 حاجات: اشارة، روتين، مكافأة. لو قدرنا نفهم طريقة عمل ال3 حاجات دول، هتقدر تعمل عادة جديدة حسنة او توقف عادة قديمة سيئة. لو رجعنا للإشارة، فهي من اسمها حاجة بتديك إشارة علشان تبدأ في عمل شيء معين. مثلا ممكن تكون الإشارة دي مكان زي المسجد. أول ما بتروح المسجد بتلاقي عقلك وكأنه بيقولك التزم الهدوء والصمت. ممكن يكون شعور أو إحساس، حسيت بإنك زهقان، أوتوماتيك بتطلع علبة السجاير. وطبعا دي عادة سيئة، لكن احنا هنا بنشوف ازاي بتشتغل العادة في العموم. لو رجعنا للروتين اللي هي تاني حاجة، هتلاقي الشيء اللي بيجي مباشرة بعد الإشارة، أوتوماتيك. في إشارة مثلا زي ما قلنا السجاير، في حالة زهق أوتوماتيكي من غير ما تفكر بتطلع علبة السجاير. مثلا التليفون، في حالة ملل ومش عارف أعمل إيه وقاعد لوحدي، بتلاقي نفسك بتطلع التليفون وبتقلب في صفحات الفيسبوك. الروتين ده ممكن يكون شعور دائم أو طريقة تفكير معينة على طول ملازماك في حالة حدوث حاجة معينة. لو رجعنا لتالت حاجة اللي هي المكافأة، ودي آخر حاجة في سلسلة العادة. يعني العادة 3 حاجات بتلف حوالين بعضها، دايرة مغلقة: الإشارة، الروتين، المكافأة. خدت المكافأة بعمل عادة تاني، بجدد العادة تاني، بعمل نفس العادة تاني مرة أخرى. نرجع للمكافأة. لو أخدت مكافأة كويسة، تقريبا انت كده بتنجح العادة وبتساعدها انها تحصل مرة أخرى، وفعلا بتكون عادة في حياتك سواء سلبية أو إيجابية. المكافأة ممكن تكون دوبامين، إحساس داخلي بالسعادة. ممكن يكون إحساسك بعد انتهاء اليوم وانت مخلص كل الصلوات، إحساسك عشان ضميرك يعني بيفضل يأنبك وكده، فخلصت الصلوات فضميري ما أنبنيش، بغض النظر بقى أنا صليت صح أنا صليت غلط. المهم الصلاة أصبحت عادة، وخلصت العادة بتاعت النهاردة، وأصبح عندي إحساس بالشيء من السعادة والراحة. أو بعد ما تاكل قطعة شوكولاتة، دايما في العادة السلبية المكافأة بتكون فورية في وقتها. مثلا إحساسك وإنت مدخن، أو شعورك وإنت بتاكل شيء مثلا مسكر. وطبعا على العكس تماما العادة الإيجابية بتكون المكافأة بعيدة شوية، زي مثلا لما تاكل أكل صحي، الشيء اللي هيعود عليك أو المكافأة بتكون بعيدة المدى. القراءة مثلا بيكون برضك العائد عليك بعيد المدى، أو الجيم بيكون العائد عليك برضك بعيد المدى. على بال ما بتاخد العادة مجراها، يجيلك حالة من السعادة بعد انتهاء الجيم. طيب إزاي أبني عادة جديدة إيجابية؟ الخطوات زي ما قلنا: أول حاجة تحط إشارة واضحة. مثلا أكون عادة القراءة، الإشارة واضحة هتكون مثلا قبل النوم هتحط الكتاب اللي انت عايز تقرأ فيه على الكومودينو مثلا أو في حتة واضحة. بعد كده المكافأة، فكر بعد ما تكون العادة اللي هي عادة القراءة هتكون عامل ازاي، وحياتك هتتغير بنسبة كبيرة قد ايه. وده هيكون حافز انك تبدأ وتكون الروتين بتاع القراءة قبل النوم. قبل النوم بتلاقي نفسك في حاجة نقصاك، في حاجة انت ما عملتهاش. الكاتب هنا بيقول ان العادة دي لو استمريت عليها في وقت معين، بإشارة معينة، بمكافأة تغطي او تكون اكبر من تعب العادة ديت، المدة دي مدتها 14 يوم تقدر تكون عادة. ده لو انت عايز تكون عادة. لكن لو انا عايز اغير عادة عندي بالفعل موجودة مش كويسة، يبقى هتعمل نفس الشيء. هنحاول نخلي
الإشارة مش باينة، مش واضحة، مضببة كده. يعني مثلا لو عايز أبطل السجاير، الإشارة هنا هتكون علبة السجاير مش معايا، لما بحتاج بروح أشتري ولو سيجارة واحدة بس. بحاول أبعد عن بعض الأصدقاء المدخنين أو مجالسة أي حد مدخن، ودي بتكون الإشارة. بعد كده هغير في شكل المكافأة، أحاول أكلم نفسي عن هيحصل لي إيه لما أشرب، يعني ده كأني بحرق فلوسي، أو أنا بنقل لأولادي العادة السيئة دي. المهم بتفضل تغير من شكل المكافأة، ومن هنا وبعد فترة بسيطة هتقدر إنك تقلل من السجاير. وبعد فترة صغيرة كمان لو داومت على ده هتتوقف عن العادة وهتبطل السجاير إن شاء الله. طيب لما أزهق أعمل إيه؟ لما تزهق حاول تخرج تتمشى، حاول تغير المكان، حاول تغير القعدة، حاول تغير الوقفة. المهم تعمل أي حاجة في حالة الزهق غير إنك تطلع سيجارة. قول لنفسك لما أهدى هولع سيجارة. حاول تضحك على نفسك. آخر حاجة في الكتاب هي عادات المجتمع، وهنا الكاتب بيقول لو غيرت من العادات اللي بتكون حجر الأساس للمجتمع، المجتمع ده هيتغير. لما أعوز أخلص ورق في مصلحة ما، مش لازم نقول أسماء، لازم أدفع فلوس. الإشارة هنا بتكون المكان بتاع تخليص الورق، المكافأة بتكون أخلص ورق بسرعة، وبكده يكون معروف لو عايز تخلص ورق بسرعة لازم تدفع. طبعا العادات دي بتنتشر في المجتمع، والمجتمع بيكون في حالة انهيار لما تنتشر. وطبعا لما بيكون في رئيس أو أي حد عنده سلطة بيكون من السهل جدا إن هو يغير بأشياء بسيطة، ممكن يتغير المجتمع. وبس كده، وبكده يكون خلصنا كتاب قوة العادة. ما ننساش نشترك في القناة أو نعمل لايك أو شير. كان معكم محمد ناصر من قناة قطرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.